وقالت لي: أنا هروح أغير هدومي وأرجع لحضرتك. أنا تصرفها ده وعدم تنافرها من أمي، وإنها بتعمل الحاجة براحة نفسية دون ما تشمئز من أمي، ما تعرفوش دخل الفرحة في قلبي قد إيه. غيرت ملابسها ورجعت وقالت لي: ممكن تقوم من جنب والدتك تسيبني أشوف شغلي. قعدت جنبها وحطت فوطة على صدر والدتي وفضلت تأكلها وتمسح لها بالفوطة. كانت بتأكلها بكل سهولة، على عكس ما كانت بتغلبني في الأكل. وبعدين كمان لاحظت إنها ما بقتش تلبسها بامبرز، فسألتها: انت ليه ما بتلبسيهاش؟ قالت لي: أنا عاوزة أحدد مواعيد أدخلها فيها الحمام عشان عقلها وجسمها ياخد على المواعيد دي، ومع الوقت أقدر أمنع إنها تبهدل نفسها بالشكل ده، لأن هي بتتضايق من البامبرز. عشان كده ما كانتش بتستحمله وكانت بتقلعه. والغريب إن فعلا مع الوقت اتمنع البامبرز تماما وبقت بتدخلها بمواعيد ثابتة. والأغرب بقت أمي تبطل تحط إيدها ببقها تستفرغ الأكل كله لما كانت بتعمل كده معايا. ولما سألتها ده حصل إزاي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تحياتي لكم جميعا. وطبعا حابة أقول: أرجوكم ما توقعوش الفيديو، أرجوكم ما توقعوش الفيديو، وأرجو إنكم تشوفوا المنتدى عندكم. ولما سألتها ده حصل إزاي قالت لي: أنت كنت بتفضل تأكلها بزيادة من خوفك لأنها تكون لسه جعانة، وده كان بيخلي الأكل يرقد على صدرها. وكمان في نوعيات أكل المفروض ما تاكلهاش في وقت متأخر، ولما ظبطت ليها حجم الأكل ونوعيته هي كمان منعت الحركة دي بتلقائية دون تفكير، لأن صدرها ارتاح والأكل ما بقاش يكتم على نفسها زي الأول. قلت ليها: انت عرفتي الحاجات دي ازاي؟ قالت لي: انت نسيت اني كنت بقعد وقت طويل مع واحدة كانت شغالة في دار مسنين، وكانت بتقولي بعض الحاجات دي، والحاجات دي كنت بعملها مع الست اللي كانت مربياني لما كبرت في السن وبقت زي الطفل. قلت ليها: بس ده ياما خدامات وجليسات قعدوا معاها، محدش قدر يعمل اللي انت عملتيه وفي الوقت القصير ده. قالت لي: الفكرة مش في معرفة الحاجة، الفكرة في طريقة عملها، وإنها تتعمل بحب وضمير، وأنا دي بعملها بضمير. إنما اللي كانت بتيجي عشان الفلوس وبس، بتقضي وقت وبتقضي جزء من يومها لمجرد إنه يعدي، وده عمره ما هيخليها تفكر إزاي تتعامل معاها بالشكل ده. وبصراحة أبهرتني بطريقتها وبتفكيرها وبكلامها، وبقيت بقول: البنت دي لو اتعلمت يا ترى كان زمنها إيه بالظبط. وبقيت أسيب والدتي معاها وأنا مطمن عليها، وحسيت إن كان اختياري ليها صح. ومرت بين الأيام واطمنت الحمد لله على والدتي واستقرت الأمور. وكنت من فترة حاطت عيني على بنت من المنطقة، صادفت واتكلمت معاها أكتر من مرة، وكنت ناوي أروح لأهلها أطلب إيدها، بس كنت مأجل الموضوع ده لحد ما اطمن على والدتي. المهم رحت وطلبت إيدها وعرفتهم ظروفي. حسيت بتردد منهم لما عرفوا حكاية والدتي، لأني حكيت ليهم كل حاجة عشان يبقى كل شيء على نور. وعرفتهم إني عثرت على بنت كويسة هي اللي هتكون مسؤولة عنها وعن أعمال البيت. بس بعد ما طلبوا مهلة للتفكير وافقوا، وبدأت الأمور والدنيا تضحك لي. وفي يوم خطيبتي قالت لي: أنا وماما هنيجي النهاردة عندك نشوف والدتك ونشوف المكان اللي هنعيش فيه، لأن طبعا إحنا هنغير فرش المكان كله، أنا مش هدخل على فرش قديم. قلت ليها: أكيد طبعا، واللي هنتفق عليه مع بعض هيتعمل إن شاء الله. فعلا شافوا والدتي والمكان، وفضلت أنا وخطيبتي مع بعض نتكلم عن هنغير إيه في الشقة وهنجيب إيه وكده. وفضلت خطيبتي تقولي: بص، أنا مش عاجبني الحيط ده،
إحنا هنشيله وهنا هنحط كذا وهنا هنعمل كذا. بمعنى صح قلبت حال الشقة تماما، وقالت لي إنها هتجيب مهندس ديكور وأنا هروح له وأقول له أنا عايزة إيه وهو هينفذ، وأنا كمان هعدي عليه كل يوم أشوفه عمل إيه. واتفقنا على كده ومشيت، وفعلا عملت كده، جابت مهندس الديكور ووقفنا معاه وفضلت تشرح له على اللي اتفقنا عليه، أو بمعنى أصح اللي هي قالت عليه. بس أنا قلت له مش هنعمل الشقة كلها مرة واحدة عشان والدتي ما تتضايقش، إحنا هنعمل جزء جزء. والمهندس وافق على كده وبدأ عمله في الشقة، وبقت خطيبتي سلمى تعدي كل يوم تقريبا على الشقة وتقف مع المهندس، والدنيا كانت ماشية عادي جدا لحد اليوم الموعود. كان في يوم نسمة دخلت المطبخ تعمل عصير لوالدتي، فوالدتي دخلت معاها المطبخ، ونسمة قطعت الفاكهة بعد ما غسلتها وأخدت الفاكهة عشان تحطها في الخلاط. كانت والدتي ماسكة السكينة اللي نسمة تركتها، ونسمة مش واخدة بالها مركزة في الخلاط لأنها بتخاف من الكهرباء، فكان الخلاط واخد كل تركيزها. والدتي ماسكة السكينة وواقفة خلف نسمة عمالة تلعب بيها، وأول ما نسمة شغلت الخلاط اتفزعت والدتي بشكل لا إرادي، ضربت نسمة في ظهرها بالسكينة. صرخت نسمة وقعت على الأرض. لحسن الحظ إن المهندس والعمال كانوا شغالين في الشقة، جاروا على المطبخ عشان يشوفوا إيه اللي حصل، وجدوا نسمة ملقاة على الأرض ووالدتي واقفة وماسكة السكينة. اتصل المهندس بسرعة على الإسعاف، واتصل عليا وقال لي تعالى بسرعة لحسن والدتك ضربت نسمة بسكينة. أنا نزلت بسرعة على السيارة وركبت السيارة وطرت بيها على البيت، وأنا مش مصدق اللي سمعته ومش عارف أنا سايق إزاي من هول الخبر عليا. المهم وصلت البيت لقيت الإسعاف جت وأخدت نسمة، وكانوا اتصلوا بالشرطة لما عرفوا إن نسمة مضروبة بسكينة، وأخدوا والدتي. والمهندس كان لسه في الشقة وقال لي، قلت له إزاي تسيبهم ياخدوا والدتي؟ ما قلت لهمش ليه إنها تعبانة؟ قال لي قلت لهم بس قالوا إحنا عارفين شغلنا. قلت طيب تعرف أخدوها اسم إيه؟ قال أيوة، لأنه طلب مني إني أروح عشان يكملوا التحقيق معايا وأنا والعمال، وعرفت منه ورحت على الاسم. وأنا بالطريق اتصلت بضابط صديق ليا قال لي هسبقك على هناك، وفعلا رحت لقيته هناك وحكيت له اللي حصل. دخل معايا وقال ما تقلقش أنا هتصرف. دخلنا على الضابط اللي أخد والدتي، وأول ما دخلنا سلم صديقي على الضابط وسمع منه اللي حصل. قال له طيب اللي انت أخدتها دي زي والدتي ومريضة عقليا، يعني تعامل معاملة أطفال، وعاوزين ناخدها معانا. الضابط قال لصديقه سيادتك سيد العارفين أنا ما أقدرش أسيبها، أنا من ساعة ما عرفت إنها مريضة وأنا مقعدها في الاستراحة الخاصة بتاعتي، بس المشكلة إن في واحدة مطعونة بالسكينة وممكن تموت، ساعتها هيكون إيه التصرف؟ الضابط قال له إن شاء الله البنت هتبقى كويسة، بس شوف لنا أنت صرفة بس عشان ناخدها معانا، ما ينفعش تقعد هنا زي ما قلتلك عشان دي مريضة. رد الضابط المريضة يا باشا هنرحلها المستشفى لو تم تأكيد إنها هي اللي قامت بطعن البنت، هي عشان مريضة نسيبها تموت بنات الناس؟ المهم بعد مناهدة مع صديقي هيوقفوا المحضر لحد ما يشوف حالة نسمة، ولو فاقت وما أصرتش على المحضر هقطع المحضر، إنما لو ماتت أو فاقت بس أصرت على عمل المحضر ساعتها مش هقدر أعمل حاجة. وخرجنا أنا ووالدتي على مسؤولية صديقي إنه هيجيبها لو تم طلبها، وأخدتها في السيارة ومعايا صديقي ورحنا على المستشفى نطمن على نسمة. ولما وصلنا صديقي قال لي خليني أنا مع والدتك في السيارة واطلع أنت اطمن عليها. طلعت وأنا قلبي مرعوب لا يكون ماتت. بصراحة خوفي الأكتر كان على والدتي، لا يحجزوها في المستشفى وياخدوها مني. ونسمة كانت برضو صعبانة عليا، وسألت عليها دلوني على الطبيب المسؤول عنها، وأول ما عرفته جريت عليه طمني يا دكتور نسمة اللي مطعونة بسكينة أخبارها إيه؟ قال لي الحمد لله حالتها كويسة
وأنا بعت تقرير بحالتها. قعدت مكاني وقلت الحمد لله، ورجعت قلت للدكتور ينفع أدخل أشوفها؟ قال لأ، مش دلوقتي، آخر اليوم ممكن. قلت له خلاص أجي ليها آخر اليوم. وأنا نازل قلت لنفسي بس هو ممكن نسمة تصر على عمل محضر. ورجعت قلت لا 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 لا، نسمة عارفة ظروفها وحالتها، لا مش معقولة. ونزلت. يا ترى نسمة هتصر على عمل المحضر وأخد حقها؟ ده بقى نعرفه في الحلقة الجاية إن شاء الله، وأترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه.